دي الأكلة بقى اللي هترحمك من وقفة المطبخ ومن حر المطبخ في الأيام الصعبة اللي احنا فيها دي. والله لو عندك ايه باللذي برضو الجو حر وكتمة وخنقة ورطوبة والجو نار يعني. فالأكلة ديت سهلة وسريعة، دي كبسة إلهام الشهيرة، طبعا كل مصر جربتها أو كل العالم العربي جربها، وأنا آخر واحدة عملت الترند، بس بصراحة يعني مش آخر مرة هعمله. سهلة وسريعة وكمان طعمها حلو ولذيذ جدا جدا، والفراخ فيها ما شاء الله دايبة دوب. أنا سبتها تهدى شوية كده وبعدين قلت أدوقها معاكم، لقيتها طعمها حلو وجميل جدا جدا جدا، والفراخ دايبة دوب فيها. وبصراحة التكنيك بتاع العمايل بتاعتها مخليها طعمها حلو جدا غير الكبسة العادية. حلوة وجميلة وهترحمك من وقفة المطبخ. أكلة في نص ساعة تكون خلصت كلها بتسويتها بكل حاجة وما بتاخدش وقت خالص. تعال نشوف بقى طريقتها البسيطة خالص ازاي. جبت حلة كده ونزلت فيها بشوية زيت، او زيت على سمنة اللي انت تحبيه خالص. وكنت مقطعة معايا كده على جنب بصلتين حلوين كده كبار، بصلتين تقطعيهم تقطيع بقى اللي انت عايزاه كده. ويستحسن تقطيع كبير شوية لان البصل هيفضل لحد لما ياخد لون غامق. نزلت كده بالبصل وهفضل اقلب بقى، تقلبي شوية حلوين كده لحد ما البصل ياخد معانا اللون غامق جدا ويدبل خالص. ممكن تهدي النار على البصل وتسيبيه براحته خالص خالص ياخد ويدي مع نفسه. بس انا ايه كل شوية بقيت اقلب فيه كده عشان انا كنت مستعجلة اساسا. لسه خالص هنا ابتدى يدبل بقى، بس لسه هو عايز ياخد لون بني غامق. خلاص كده اللون خلاص هي كده. هي يا جماعة التكنيك بتاع كبسة إلهام لازم البصل فيها يبقى بني خالص كده، مقرب يعني ان هو خلاص هيتحرق يعني. بس بصراحة طعمها حلو ولذيذ، انا كنت مفكرة مش هيبقى حلو فيها، لا مخلي طعمها حلو وجميل. ومجهزة معايا طبعا على جنب بقى كمية الفراخ اللي انتي هتحطيها على حسب الكمية اللي عندك، وتكوني شايلة منها الجلد بتاعها. قلبيها كده بقى وننزل بالتوابل بتاعتنا. حطيت ملح وفلفل اسود وبهارات الكبسة. عندك بهارات كبسة بحط شوية من بهارات الكبسة كده، ما تكتريش، كل ما تكتري توابل كل ما تلاقي الوصفة معاكي مررة. وحطيت سنة معلقة كده من بهارات الفراخ، وربع معلقة من القرفة. ما كانش عندي قرفة عيدان، حطيت ربع معلقة كده من القرفة. ورق لوري لو عايزة تحطي ماشي، مش عايزة تحطي برضو عادي، مفيش اي مشاكل يعني. ونقلب فيها كده لحد ما تاخد لون بسيط، ونشوف هننزل بايه كمان. عادي يا جماعة البصل متحمر جدا يعني، هو الوصفة كده. كبسة إلهام هي كده، ماليش دعوة. وصل معايا لحد هنا يحط لي لايك، لسه مشتركش معانا في القناة يشترك. حطيت كده ربع معلقة من البابريكا برضو اختياري. نزلت بقى بمعلقة كبيرة كده من الصلصة، وكنت ضاربة في الخلاط 4 5 طماطميات كده صغيرين ونزلت بيهم برضو. وازود مية لحد ما اغطي الفراخ خالص بالمية، واسيبها بقى كده على النار تقريبا من تلت ساعة نص ساعة لحد ما تدخل على السوا. عايزة اقول لكم الريحة كانت تجنن، الريحة تحفة. نزلت طبعا بقرن الشطة الاساسي في كبسة الهام، قرن الشطة. ونغطي عليها بقى من تلت ساعة نص ساعة لحد ما الفراخ تدخل على السوا. مجهزة عندي نص كيلو من الرز البسمتي، اي نوع رز بسمتي تحبيه، انا عندي الذهبي. هنقعه بقى في المية كده لمدة نص ساعة، لحد يعني ما الفراخ هنقعه المدة اللي هي هتقعد فيها الفراخ على النار، وبعد كده هننزل بيه. شايفين الريحة خطيرة يا جماعة، عايزة اقول لكم الريحة تحفة. هنا بقى بشيل الورق اللوري، عايزة تشيليه شيليه خلاص في المرحلة دي. وننزل بقى بالرز اللي معانا. خلي النار عالية لحد ما يتشرب كده، وبعد كده نهدي النار خالص.
حلوة يا جماعة، وصفة سهلة وسريعة في حلة واحدة، وهتقلبيها في صينية واحدة، مش هتوسخي مواعين، وكل حاجة في حلة واحدة. بصراحة حلوة جدا وسهلة وسريعة، مش تقفي في المطبخ كتير، وفي نفس الوقت طعمها حلو وتعجب أولادك.